هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي ذات أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 29 من يناير. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف الجزء الثالث من المقابلة التي أجراها مع الأستاذ زين العابدين شكاي ضمن برنامج متابعات، ويتناول فيها دور الشباب الإريتري في التغيير. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها: انتهاء قمة أسمر الثلاثية بتوقيع بيان مشترك، السلطات الفرنسية تهدم مخيما للاجئين في باريس، أوغندا تسمح بزراعة الحشيش للأغراض الطبية. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. انتهت القمة الثلاثية بين الرئيس الإريتري إسياس أفورقي والصومالي محمد عبد الله فورماجو ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في أسمرة يوم الاثنين الماضي بتوقيع بيان مشترك تعهد فيه الرؤساء الثلاثة بتدعيم أواصر السلام والأمن والاستقرار والرقي بالجهود التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتنسيق الجهود للعمل الجماعي المشترك. كما اتفق الأطراف الثلاثة على مكافحة تجارة المخدرات وتهريب البشر والإرهاب، وأبدوا استعدادهم للعمل مع دول الجوار. وتأتي هذه القمة كتكملة للقاءات سابقة بين الرؤساء الثلاث في كل من أسمرة وبحر الدار. ورغم تأكيد البيان على العمل المشترك مع دول الجوار، إلا أن الرئيس الجيبوتي والسوداني غابا عن القمة. وتواجه البلدان الثلاث تحديات داخلية كبيرة، فإثيوبيا تعاني من حالة مواجهات عرقية تهدد وحدتها وأمنها الداخلي، بينما تهدد الحكومة المركزية الصومالية الهجمات المتتالية لحركة الشباب المجاهدين. أما إريتريا فتعاني من حالة عزلة تامة وجمود في النمو الاقتصادي والاجتماعي بسبب أزمة الحكم في البلاد. قامت السلطات في كل من بلدية ساندوني والشرطة المحلية بإزالة مخيم لاجئين في ضاحية أوبرفييه في ضواحي باريس. وقال التلفزيون المحلي بأنه تم ترحيل 1600 لاجئ من الذين كانوا في المخيم، والذي كان يهدد الصحة العامة حسب قول المسؤولين. وقال المتحدث باسم البلدية بأن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إخلاء هذا المخيم، ولكن اللاجئين يعودون إليه بغرض الحصول على مساكن مناسبة. وتم توزيع اللاجئين الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، حيث هناك لاجئين من إريتريا والصومال والسودان وإثيوبيا وسوريا ودول آسيوية، وجميعهم يعانون من أزمة السكن التي يعاني منها المهاجرين في فرنسا. قالت السلطات المحلية بأن وزارة الصحة الأوغندية أصدرت موجهات بخصوص الاستثمار في مجال زراعة الحشيش للأغراض الطبية. وقال موقع أفريكا نيوز الإخباري بأن الضوابط تفرض على المستثمرين الحصول على خلو طرف من الضرائب المحلية، إضافة لرأس مال يقدر ب5 ملايين دولار لبدء الزراعة والتصدير تحت إشراف وزارة الصحة. وبهذا الإجراء تكون أوغندا قد انضمت إلى كل من الدول التي تسمح بزراعة الحشيش لأغراض طبية، مثل جنوب أفريقيا وزيمبابوي وزامبيا وليوسوتو. بهذا الخبر مستمعي ومستمعات الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. انتهاء قمة أسمر الثلاثية بتوقيع بيان مشترك، السلطات الفرنسية تهدم مخيما للاجئين في باريس، أوغندا تسمح بزراعة الحشيش للأغراض الطبية. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير من إذاعة إرينا الدولية في باريس. ها نحن نلتقيكم سادتي في حلقة من هذا البرنامج، ونواصل من قطع من حديث مع الأستاذ زين العابدين شوكاي الناشط والأكاديمي من السويد. نلتقيه في مناقشة الورقة التي أعدها قبل أيام
في إطار أنشطة المجلس الوطني الإريتري فرع ستوكهولم أو السويد تحت عنوان تحفيز الشباب على العمل الوطني الإريتري. أستاذ شوكاي، مرحب بك في إذاعة إرنا للمرة الثالثة. هذه إذاعة إرنا. أشكرك أستاذ أحمد، وأشكر إذاعة إرنا على هذه الاستضافة الكريمة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم وعند حسن ظن الإخوة المستمعين. بارك الله فيك أستاذ زين. طبعا في الحلقة الأولى والثانية توقفنا في واقع الشباب الإريتري بين الانتماء واللامبالاة، وأنت تحدثت عن هذه المسألة ولكن لم نعطيها حقها بالكامل، فيا ريت تستصحب لنا تاريخ الشباب بإيجاز إلى المرحلة هذه التي وصلها الشباب بين الانتماء واللا مبالاة. وأنت خففت بين الانتماء واللا انتماء، ما قلت، لكن قلت بين الانتماء واللا مبالاة. وإذا وصلنا إلى اللا انتماء تبقى الطامة الكبرى، ولكن هي تظل مهددات. فمرحب بك، نتيح لك المجال أستاذ زين، تفضل. شكرا أستاذ أحمد على هذه المقدمة. أنت أصبت كبد الحقيقة عندما قلت إنه أنا تجنبت أسميه اللا انتماء، يعني أو لأنه اللا منتمي طبعا خلاص منبت من جذور، يكون منبت من انتمائه، فمن الصعب جدا يعني العودة إلى الانتماء مرة أخرى، يعني جد تكون صعبة يعني. لكن اللامبالاة هي حالة تصيب الناس بشكل عام، وهي نوع من الهروب يعني. فأعتقد هي أخف وطأة، وأمل العودة إلى جادة الصواب، أمل العودة إلى الانتماء مسألة طبعا واردة هي. نعم. وبالتالي من الأفضل تسميتها بهذا الشكل كما قلت. وأنا أعتقد قضية الهوية الوطنية الإريترية ومهدداتها يعني لها تشعبات كثيرة جدا. نفس الهوية، قضية الهوية نفسها طبعا مفهوم ديناميكي وليس مفهوم ثابت، وتتغير بتغير المراحل وبتغير الظروف اللي تفرض على الناس كيف تتشكل هويتهم. يعني الآن بدأنا نرى فعلا ظواهر لم تكن موجودة في السابق في الحراك الوطني الإريتري. فلو افترضنا مثلا فترة الأربعينيات أو الخمسينيات كان في عنفوان وكان في تدفق شبابي لدفع الحراك الوطني الإريتري نحو غايات ونحو أهدافه. أما اليوم فنرى في تراجع في هذا المفهوم وفي هذه الهوية، وهي الهوية أو الانتماء يعني قضية جدا مهمة يعني للبشر، عشان يكون عندهم دافع للعمل، دافع للمشاركة، دافع لأن يكونوا فعالين، دافع لأن يكونوا يعني نشيطين. الإنسان اللي ما ينتمي يعني، أو الإنسان اللي تضعف عنده قضية الانتماء، ما يكون عنده هذا الدافع كما هو الحال للإنسان المنتمي. وهي أيضا مهمة ليس فقط للفرد كفرد عشان يحس باستقرار وبأمان، وأهمية الانتماء يعني بالنسبة للفرد يعني ضرورية طبعا، ولكن مردودها جماعي. هو العائد هو عائد يعني تستفيد منه الجماعة لما يكون في عند أفراد فعلا يحسوا بالانتماء. فالعائد النهائي هو انه تكون في امه، يكون في شعب، يكون في حراك سياسي، يكون في فعل، يكون في عمل سياسي فعلا يصل لغاياته ولاهدافه، حتى لو كانت الظروف اللي بتواجه هؤلاء الناس سيئه جدا يعني. فلو قارنا يعني الهويه الوطنيه بين اليوم والامس، فنعتقد الهويه الوطنيه يعني بدات تضعف لدى قطاع واسع من الشباب لاسباب موضوعيه وليست لاسباب يعني اختياريه مزاجيه. حتى الانتماء نفسه مش اختياري ومزاجي. الانتماء تفرض الظروف، وعدم النشاط وعدم الفعاليه وعدم واللامبالاه ايضا تفرض ظروف يعني قاهره. فانا اعتقد اريتريا الان موجوده في مفترق طرق بين ان تكون او لا تكون، والشباب هم اللي حيحددوا الى حد كبير جدا
مستقبل إريتريا، ولذلك التركيز عليهم مهم جدا. يعني القوى السياسية الإريترية الموجودة اليوم في ساحة المعارضة واللي قاعد تقارع الظلم وتقارع الدكتاتورية، أنا أعتقد يعني أصيبت بحالة من الإهمال لهذا القطاع الواسع من الشباب، ولا بد أن تستعيد علاقتها بالشباب. يعني عشان يكون عندهم انتماء لابد أن يكون في وعي، نسبة من الوعي، نسبة من التفعيل، نسبة من الاهتمام بقضاياهم. يعني مثلا حراكات شبابية كثيرة موجودة الآن في الساحة لو نظرنا بمختلف الأشكال يعني، والشباب يتململ. يعني الشباب يعني ليس راضي بالحالة اللي هو وصل لها يعني. لكن القوى الوطنية الإريترية المنافحة للديكتاتورية يعني لم تعطي الشباب تلك الأهمية اللي كان في يوم من الأيام يحظوا بها يعني. فأنا أعتقد القصور متبادل. هو أنا مثلا أنتمي للجيل جيل الآباء وجيل الشباب يعني في الوسط. مثلا أنا كشخص يعني أتكلم عن نفسي، أنا بعتقد جيلنا إحنا، لأنه إحنا كنا عشنا فترة الانتماء يعني في الحركة الوطنية الإريترية، في اتحاد الطلاب، في اتحاد في العمل الوطني الإريتري، مشينا أدينا عم خدمة وطنية في الميدان، جبهة التحرير في عنفوانة، كنا يعني جزء منها، لصيق بها، متابع لقضايا شعبه، مهموم بشعبه، يحلم بالعودة يعني بعد ما يخلص دراسته إلى الميدان. نحلم بتحرير إريتريا والعودة إليها. كل هذه القضايا بأشكال شتى كانت تربطنا بوطننا، بأهلنا، بأسرنا، يعني وده كان يعني هو الدفع للكثيرين منا في انه يشاركوا في العمل الوطني الإريتري. اليوم يعني إريتريا اصبحت اليوم طارده لعنصر الشباب لاسباب موضوعيه ايضا ممكن نتطرق لها بشكل من الاشكال. جميل. الواقع الحالي سيء، هو الواقع الحالي اللي وصلنا له سيء. هو إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. جميل أستاذ زين، معلش على المقاطعة، وأنت طبعا في تسجيل سابق كنت ذكرت أنه كيف رفض الشباب الحركة العمل الوطني سواء كان في أيام الحركة والكفاح وما إلى ذلك، وهذا التراجع الحاصل هو نتيجة لأشياء موضوعية. لازلنا معكم أعزائي المستمعين في إذاعة إرنا الدولية نناقش قضية تحفيز الشباب على العمل الوطني الإريتري من خلال الورقة التي أعدها الأستاذ زين العابدين شوكاي، الناشط والأكاديمي من السويد للمجلس الوطني الإريتري، في أنشطته طبعا في المرحلة الجديدة للمجلس. أستاذ زين، تطرقت بعد ذلك في الورقة الهامة إلى قضية الهوية الوطنية الإريترية ومهدداتها، ذلك الواقع الذي فرض على الشباب، أو يعني وجد الشباب، والمسؤولية هي مسؤولية مشتركة طبعا. هذا الواقع للمجتمع يكاد يهدد قضية الهوية الوطنية الإريترية. أشرت إلى هذه المسألة، يا ريت تحدث المستمع عن هذه المسألة، وهل بالفعل وصلنا إلى مهددات وطنية حقيقية؟ نعم، أنا شخصيا طبعا باعتباري موجود ومتابع للحراك الوطني الإريتري الموجود المناهض للديكتاتورية واللي يطمح لإقامة دولة العدالة والقانون والمؤسسات، يعني أرى إنه الهوية الوطنية الإريترية يعني يتمثل في الانتماءات الضيقة التي بدأت فعلا تسيطر في عقول الناس، وفي نفس الوقت يعني في حراكهم. أنا أعتقد القطاع الوطني يعني غالبا كان في الحركة الوطنية الإريترية قطاع واسع من الشباب يعني منتمي ودافع للحراك الوطني الإريتري بشكل يعني ما كان تؤثر فيه العوامل الخارجية بقوة. يعني الآن أصبحنا بعد استقلال إريتريا ودخول إريتريا إلى حروب عبثية وديكتاتورية مظلمة وتعسف واعتقالات ويعني خدمة وطنية غير معروفة الأجل، إفراغ المدارس في الثانوية مثلا في إريتريا من شبابها، توجيههم إلى معسكرات
عسكرة التعليم، يعني بعثرة الجامعة الوحيدة اللي كانت في البلد، جامعة أسمرة، عدم وجود مؤسسات تعليمية قوية حقيقية. كل هذه القضايا لو نظرنا إليها أنا أعتقد في فعلا يعني استهداف للشاب الإريتري، وهذا الاستهداف للشاب الإريتري من قبل النظام الدكتاتوري يعني يخلوا الشباب يعيشوا حالة بتاع التوهان، وخياراتهم ما تكون إلا خيارات محدودة، إما أن ينصاعوا ويطيعوا لهذه المظالم اللي واقع على كاهلهم وعلى كاهل شعبهم، أو يهربوا يعني يكون الهم هم فردي، كل واحد عايز يطلع نفسه، كل واحد عايز يهرب من إريتريا، ومستعد يعمل أشياء يعني لم تكن تخطر على بال الإريتريين في السابق، يعني متاجرة بالبشر، يشارك حتى هو نفسه ضحية، وممكن يكون كمان يعني يمارس يعني أشياء لا تخطر على بال البشر. أنا يعني كنت أستمع مرة من المرات في قصص وحكايات يعني بالنسبة للشباب اللي قطعوا الفيافي والصحاري ووصلوا ليبيا وركبوا البحار وخاطروا بنفسهم. أنا لا أقول كلهم وأنا لا أقول جلهم، بل ربما العدد ما يكون كثير، ولكن ظواهر لم تكن موجودة في السابق، يعني أنك تشارك في أن تتاجر بأخواتك وبناسك وبأهلك وبأبناء وطنك ما كانت موجودة في إريتريا، يعني لا لم تكن تخطر على بال شعب مناضل، شعب ضحى، شعب قدم بهذا الشكل من الأشكال. قصص وحكايات والله أحيانا يشيب لها الولدان، يعني واحد يعني يشترك في بيع أخوانه، يعني في المتاجر بهم، يعني مع عصابات مارقة، عصابات الرشايدة ولا الأمن السوداني ولا الأمن تحت السلطة السياسية الموجودة في إريتريا، وهم يعني عنصر ضليع في هذه الجرائم، جرائم المتاجرة بالبشر. هذه الحالة اللي وصل لها الشاب الإريتري بصراحة يعني أشياء محبطة، هي أشياء لو الواحد فكر فيها يعني بينه وبين نفسه يجد أن الشباب يعني ما تقدر تلومه، لكن في نفس الوقت كمان الشباب باعتباره عماد الأمة وباعتباره سند أمته وشعبه، أيضا يعني لابد أن تتكاتف قوانا كلها، وخاصة القوى السياسية الفاعلة الموجودة في الساحة واللي متصدية لمقارعة النظام الدكتاتوري، في أنه تعيد الثقة لهؤلاء الشباب في نفسهم، في وطنهم، في حراكهم السياسي، في مستقبل. يعني لازم يشوفوا الناس مستقبلهم في هذه القوى السياسية. يعني الآن يكاد يكون العلاقة مختلة جدا، يعني وما في يعني هذا الإلهام أو الاستلهام من الحركة الوطنية كما كان يحدث في السابق. يعني أستاذ زين، نحن حنرجع للعمل السياسي الإريتري في محور ما له وما عليه، ومن ثم حنتحدث عن الشباب بشكل مباشر. لكن أنا كنت عايزك أستاذ زين، معلش المقاطعة، تتحدث لنا عن المهددات الحقيقية باعتبار الإشارة إلى مرتكزات واقع الهوية والهوية الوطنية الإريترية ومقارنة بهويات أخرى، وما هي المهددات الماثلة الآن للهوية الوطنية الإريترية. هذا المحور شوية داير تفصيل شوية. نعم، أنا أعتقد ففي مرتكزات الهوية شنو يعني؟ نعم. والآن نعم. هي مهددات حقيقية يعني. هذه إذاعة إرينا. نعم، أنا أعتقد يعني في مرتكزات واقعية لأي هوية، سواء كانت هذه الهوية جماعية أو فردية، وواحد من مرتكزات هو أنه يكون في تعاطي عقلاني مع موضوع الهوية. لما يعني الإنسان لما يكون عنده تعاطي عقلاني مع نفسه، برضو يكون منسجم مع هويته، يعني كهوية وطنية كانت، أو حتى الهويات اللي بتجعل مننا إريتريين، سواء كانت قبلية أو إقليمية. لأنه بصراحة يعني في مرات يعني يستغرب الإنسان لما تغلب هويات، أنا ما عايز أسميها هويات دون الوطنية، لكنها هويات على الأقل يعني خلينا نسميها
ما توفر لك قطاع واسع من المشتركات مع الاخرين، يعني مثلا قبيلتك او اقليمك او كذا، ما حيخليك انت عندك يعني حاجات مشتركه مع كل ابناء وطنك. فلما هي تقدمها على الهويه العامه الوطنيه الاريتريه، وتنسى انه هذه الهويات نفسها هي الهويات اللي تجعل من اريتريا اريتريا يعني. فاذا انت مثلا عايز تبقى، كل واحد معتز باهله، معتز بناسه، معتز بلغته، معتز باقليمه، لكن اذا ما ربطت هذه الهويات بالهويه الوطنيه الاريتريه، فوين حتمارس هويتك دي ذاتها يعني اذا ما في اريتريا يعني. فاحنا مرات جدا نغفل هذا الجانب يعني. انت هويتك دي يعني خلينا نسميها ضيقه واسعه، على كل حال هي هويه في النهايه ما دون الوطنيه، او يعني ما هي الوطنيه الاريتريه الجامعه. وين حتمارسها؟ ما حتمارسها في اريتريا. انت حتكون مثلا من قبيله، من اقليم، من دين معين في اريتريا، مش برا اريتريا يعني. عشان كده انت من مصلحتك ومن مصلحه هذه الهويات الصغرى، السب يعني ايدنتيتيز، او السب مثلا ما دون تلك الهويه الوطنيه الجامعه، يعني انت لما تقوي وتعزز الهويه الوطنيه، فانت كسبان يعني اوتوماتيكيا، بانه هويتك المكون اللي انت تنتمي له في اريتريا يكون ايضا قوي يعني. لكن طبعا هذا لعن فقدنا ثقتنا في الفتره الماضيه، فاصبحنا نتاجر بهذه القضيه نفسها يعني. مرات كثير اسمع مثلا من بعض المعلقين يقول لك الهويه الاريتريه ذاتها هويه مفبركه هي يعني. هويه دي نشأت مع قدوم الاستعمار الايطالي. هذا كلام فيه اجحاف وفيه ظلم كبير جدا لشخص الانسان اللي يقول كده، ولشعبه ولتاريخه ولهويته. انا بعتقد. طيب، في حاله مقارنه استاذ شيكاي، مقارن الهويه الوطنيه الاريتريه مقارنه مع غيرها من الهويات، والناس دائما تلجأ في حاله الازمات للحوصره في اطر وحلقات ضيقه جدا جدا. هل هنالك خصوصيه للهويه، ام يجري عليها ما يجري على كل الهويات في حاله الانكسارات يعني؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. نعم، أنا لو واصلت مثلا في الكلام اللي كنت أقوله قبل المقاطعة يعني، وهو بكلامك أستاذ أحمد، مثلا مرات كثيرة جدا يعني في كلام محبط يقول لك الهوية الوطنية الإريترية حديثة، نشأت حديثة، وأنا أصلا يعني ما دي حاجة مصطنعة يعني. أنا ممكن يعني المعطيات إذا تغيرت أنا كمان أتغير معها يعني. أنا الكلام ده أشوف فيه خطورة، لأنه كل الهويات بما فيه هويات المستعمرين اللي جو استعمرونا، هوياتهم كونت في نفس الحقبة اللي تكوننا فيها نحن يعني كإريتريين، بالمعنى الحديث للهوية، بمعنى إنك تنضوي تحت دولة، تحت مسمى دولة، سواء كانت إيطاليا اللي إحنا استعمرتنا، أو حتى مكونات أوروبية يعني اللي تعتبر إلى حد ما متقدمة علينا، وجات لأنها كانت متقدمة على استعمرتنا، هي نفسها كانت هويات لم تتشكل بشكل كامل إلا في حقب يعني عقود قبل تكون الهوية الوطنية الإريترية. بعدين ارجع التاريخ لمرحلة تاريخية معينة لما رسمت الحدود بين إريتريا وإثيوبيا وبين إريتريا والسودان، وفي تلك الفترة تكونت هذه الهوية. ارجع لهذا العامل. أنا أعتقد فيه إجحاف أيضا آخر، لأنه هويتنا هوية إحنا كنا موجودين على هذه الأرض، كنا نمارس حياتنا الطبيعية، كانت قبائلنا، شعوبنا، أقاليمنا يعني تتحرك مع يعني تنمو. أكيد يعني حصل خلل بدخول الاستعمار، و يعني قطع يعني دخول المستعمر في افريقيا كلها وفي العالم الثالث كله، قطع التطور الطبيعي لهذه الشعوب. ربما كنا سنتطور بشكل غير الشكل اللي احنا موجودين فيه الان يعني، باشكال شتى يعني. لكن الان المعطيات اللي امامنا هي هذه. الان في هويه وطنيه اريتريه، في هويه وطنيه سودانيه، في هويه وطنيه اثيوبيه. نتعاطى مع هذه الهويات، نتعاطى مع هذه الهويات، هذه المكونات اللي بتتشكل منها هذه الهويات هي دي حقيقتها يعني، هي دي اللي بتكون هذه الأوطان يعني. فنتعاطى مع هذه الحقيقة من واقع أنه لا هي أفضل ولا هي أسوأ من غيرها من الهويات. إحنا كإريتريين على كل حال لازم نصل إلى هذه القناعة، وما نقلل من شأن أنفسنا، لأنه الآخرين مش أحسن مننا. جميل.
جميل جدا، شكرا لك. شكرا السيد الأستاذ زين العابدين شوكاي الناشط الأكاديمي، تحدث إليكم أعزائي المستمعين ضمن حلقة من هذا البرنامج في إذاعة إرنا الدولية، وورقته الهامة تحفيز الشباب على العمل الوطني الإريتري. نحن سنتوقف هنا الأستاذ شوكاي على أن نكمل في الجزء الرابع والأخير من حديث العمل السياسي الإريتري، ما له وما عليه والخاتمة، وفي نفس الوقت نوجه رسالة موجهة خاصة إلى الشباب في هذا التوهان السياسي الموجود. أنا أشكرك باسم كل المستمعين حبيبنا أستاذنا زين العابدين، على أمل اللقاء بكم سادتي في الجزء الرابع والأخير من هذا البرنامج. تقبلوا تحيات محدثكم أحمد شريف مقرونة بتحايا الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل نهاية فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. انتهاء قمة أسمر الثلاثية بتوقيع بيان مشترك. انتهت القمة الثلاثية بين الرئيس الإريتري سياس أفورقي والصومالي محمد عبد الله فورماجو ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في أسمرة يوم الاثنين الماضي بتوقيع بيان مشترك تعهد فيه الرؤساء الثلاث بتدعيم أواصر السلام والأمن والاستقرار والرقي بالجهود التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتنسيق الجهود للعمل الجماعي المشترك. كما اتفق الأطراف الثلاث على مكافحة تجارة المخدرات وتهريب البشر والإرهاب وأبدوا استعدادهم للعمل مع دول الجوار. السلطات الفرنسية تهدم مخيما للاجئين في باريس. قامت كل من بلدية سان دوني والشرطة المحلية بإزالة مخيم لاجئين في ضاحية أوبرفييه في باريس. وقال التلفزيون المحلي أنه تم ترحيل 1600 لاجئ من الذين كانوا في المعسكر، والذي كان يهدد الصحة العامة حسب قول المسؤولين صباح يوم أمس الثلاثاء. وقال المتحدث باسم البلدية بأن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها هدم هذا المخيم، ولكن اللاجئين يعودون إليه بغرض الحصول على مساكن مناسبة. أوغندا تسمح بزراعة الحشيش للأغراض الطبية. قالت السلطات المحلية بأن وزارة الصحة الأوغندية أصدرت موجهات بخصوص الاستثمار في مجال زراعة الحشيش للأغراض الطبية. وقال موقع أفريكا نيوز الإخباري بأن الضوابط تفرض على المستثمرين الحصول على خلو طرف من الضرائب المحلية، إضافة لرأس مال يقدر ب$5 ملايين لبدء الزراعة والتصدير تحت إشراف وزارة الصحة. هذه إذاعة إرنا. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. ولا يفوتني أن أذكركم بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مستمعاتي ومستمعي الأفاضل في برامج إذاعة إرنا، لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.